راديو الكل. عامر، صباح الخير. بداية أخي مؤمن. نعم، بداية لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية في محافظة درعا هذا الصباح. نعم أخي الكريم، حقيقة اليوم اصطبح النظام على أهالي محافظة درعا بعدة قذائف من المدفعية الثقيلة على مدينة إنخل، استهدفت الأحياء السكنية في المدينة. أيضا قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قبل قليل مدينة الشيخ مسكين المحررة بريف درعا. الجدير بالذكر أن قوات النظام تشن حملات شرسة على القرى ذات الأهمية الاستراتيجية كبلدة إبطع التي شنت عليها قوات النظام مؤخرا حملة لاقتحام المدينة، لكن الجيش الحر تصدى له. هذه الحملة كانت من محور بلدة قرفة شرق بلدة إبطع. أيضا قوات النظام تحاول بشكل مستمر التقدم باتجاه الشيخ مسكين من مؤخرة اللواء 82 والمحور الشرقي والشمالي والغربي. نعم، أيضا يعني لو تطلعنا على آخر أخبار الاشتباكات على جبهات درعا والصنمين، أيضا جبهة الصنمين، تفضل. نعم أخي الكريم، طبعا هناك في الصنمين كانت قوات النظام تفرض حصارا خانقا على المدينة على خلفية استهداف الثوار لسيارة كانت تقيل ضابط ومرافقيه. أدت هذه الاستهداف إلى إصابة عنصر وأيضا اختطاف الضابط، ثم بعد المفاوضات تم إعادة الضابط إلى النظام وأيضا فك الحصار عن هذه المدينة. طبعا اشتباكات متقطعة أحيانا تحصل بين الجيش الحر وقوات النظام هناك. أيضا طبعا قصف عنيف يستهدف باقي المناطق في ريف درعا المحرر وفي محيط مدينة الصنمين من الفرقة التاسعة الموجودة في المدينة. نعم، دعنا ننتقل إلى جانب آخر، والجانب المعيشي والاقتصادي في درعا والجانب الإنساني أيضا. كيف هي الأوضاع المعيشية هناك؟ ماذا عن حليب الأطفال؟ ماذا عن الدواء؟ نعم أخي الكريم، حاليا بدأ ينفذ حليب الأطفال. طبعا هناك سعر علبة الحليب تصل إلى 2500 ليرة. طبعا في المخيمات في الريف الغربي هناك نقص كبير في حليب الأطفال طبعا، وتقريبا بدأ ينفذ، وإن وجد طبعا يصل سعره ل 2500 ليرة سوري. طبعا الأوضاع مزرية جدا أيضا في المخيمات بالريف الغربي كمخيم زيزون الذي أصبح مخيما للنازحين من القرى الأخرى الذين نزحوا إليه خشية من القصف المستمر الذي يستهدف منازلهم. هناك الوضع مزري جدا، المياه متسخة، أيضا الحليب الأطفال بنقص كبير والمواد الغذائية بنقص كبير، وجهات الداعمة والمؤسسات الخيرية طبعا لا تنظر إلى الوضع هناك ووضع اللاجئين والنازحين إلى هذا المخيم. نعم، إذن ألم يحاول أحدا التواصل ربما مع المنظمات الإغاثية أو مع مكاتب تابعة لجهات في الحكومة المؤقتة للمساعدة في تحسين الوضع المعيشي خصوصا فيما يخص اللاجئين والمهجرين هناك؟ أخي الكريم، الحقيقة يعني تحدثنا مع العديد من الجهات الخيرية والداعمة، لكن الدعم شحيح جدا لهؤلاء النازحون، وأيضا طبعا حاليا وضعهم مزري جدا، ومع قدوم الشتاء تعيد المأساة نفسها من خلال هذا الفصل والأمراض التي ستطرأ على هؤلاء النازحين. نعم، لو نتكلم قليلا عن الوضع التعليمي والاجتماعي في مدينة درعا، ماذا وضع الأطفال؟ ماذا عن المناهج؟ ماذا عن الكتب؟ الوضع التعليمي بشكل عام ووضع المدارس والأمان في المدارس، هل هي صالحة للدراسة ووضعها آمن؟ ما هو الوضع بشكل عام؟
بالحقيقة أخي الكريم حاليا يعني دوام المدارس في محافظة درعا هو حسب القصف الذي تشهده المنطقة التي توجد بها هذه المدارس. إذا كان هناك قصف يتم عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس، وإن لم يكن هناك قصف يذهبون إلى هذه المدارس. طبعا العديد من الأطفال في محافظة درعا تركوا التعليم خشية عليهم من القصف الذي أصبح يستهدف المدارس، مدارس الأطفال في أوقات الدراسة بشكل مباشر. نعم، إذا لو تحدثنا أيضا أخيرا قبل الختام عن لمحة سريعة لأسعار المواد الغذائية داخل مدينة إدلب داخل مدينة درعا والحركة التجارية هناك. نعم أخي الكريم، الحقيقة بالنسبة لربطة الخبز تصل إلى 300 ليرة سورية و200 ليرة سورية و250. طبعا باقي الأسعار طبعا هي كمان أيضا عالية جدا. طبعا بالنسبة للبنزين والمازوت يصل اللتر الواحد ل 400 و 350 ليرة سورية، وإن وجد طبعا حاليا الأوضاع مزرية جدا، وحليب الأطفال يصل ل 3000 و 2500 ليرة سورية وإن وجد في الصيدليات. نعم، شكرا جزيلا لك عامر الحوراني الناطق باسم إعلامي حوران المستقلون. راديو الكل.